من جديد تصدر الأخوي القطري المجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا بتغلبه على ضيف استقلال خوزستان الإيراني بهدفين لهدف. بدوره لم ينجح الفتح السعودي في تكرار فوزه على مضيفه الجزيرة الإماراتي بتعادله معه سلبا. بعد أيام قليلة من تحقيقه لقب دوري نجوم قطر، دخل الأخويا مباراته أمام استقلال خوزستان أملا بتحقيق الفوز لتزاحم المجموعة الثانية أمام المتصدر الإيراني الذي لم يمهل منافسه سوى 9 دقائق لافتتاح التسجيل، عندما تمكن الكاميروني ألوس نونغ من منح فريقه التقدم بعد كرة عرضية تجاوزت خط التماس. إلا أن سعي الأخويا للتدارك ترجم بضغط متواصل على مرمى الخصم أسفر في النهاية عن هدف التعادل من تسديدة لا ترد من توقيع الكوري الجنوبي نام تاي. هدف فتح شهية هجوم الأخويا نحو إضافة ثان، ونجح المعز علي في وضع بصمته في سجلات المباراة مدونا ثاني أهداف الأخويا قبل الاستراحة. في الشوط الثاني حاول الأخويا زيادة الغلة عبر أكثر من فرصة، غير أن النتيجة ظلت على حالها حتى أعلن الحكم نهاية المباراة بفوز بطل قطر وتصدره للمجموعة الثانية برصيد 8 نقاط. من جانبه وبعد فوزه في مباراة الذهاب على الجزيرة الإماراتي ب3 أهداف لهدف، أهدر الفتح السعودي فرصة الصعود لمقاسمة استقلال خوزستان، وأصافت المجموعة بسقوطه في فخ التعادل السلبي على أرض مضيفه الإماراتي في العاصمة أبو ظبي، ليرتفع رصيد الفتح إلى 5 نقاط في المركز الثالث، فيما بقي الجزيرة متذيلا للمجموعة بنقطة يتيمة. هالمباراة كانت في ملعبنا وكنا يعني لازم نفوز في المباراة هذه عشان نتصدر مجموعة، ونفس الحمد لله يعني فزنا اليوم وتصدرنا المجموعة. وكان مثل ما قلت إن كان مدربنا لعبني في ظهير يمين، أنا من قبل أصلا كنت ألعب ظهير يمين، يعني المكان مش غريب علي، والحمد لله على الفوز هاي. صحيح كانت المباراة صعبة. أول شيء أنا أبارك للفريق الأخوية، هم الفوز وهم حصولهم على الدوري. الفريق الأخوية فريق قوي، وإحنا نعلم رغم الغيابات الكثير اللي عنده ولكن تغلب علينا. إحنا أول مرة نشارك أبطال آسيا وما عندنا التجربة اللازمة، بس الحمد لله وما صار شيء، وإن شاء الله نعوض بلعبتنا مع الفتح.